المصيبة التي حصلت مع المنتخب الجزائري الذي دافع وهو لا يعرف الدفاع أمام نيجيريا وقدم مباراة سيئة ونيجيريا فازت بكل جدار واستحقاق. احنا على المستوى الشخصي قبل المباراة توقعنا المنتخب المغربي يعمل شيء مثلهم، ولكن الفارق انه المنتخب المغربي يدافع بشكل جيد ومتمرس على الدفاع امام المنتخبات القوية. باغت الركراكي، هاجم الركراكي، احرجهم في منتصف ملعبهم. هاي كانت انا بالنسبة على المستوى. أبدأ معك طلحة. مباراة المغرب ونيجيريا، صحيح أن المنتخب المغربي فاز والحمد لله، نحن كعرب ندعم الشقيق المغربي بطبيعة الحال والبلد المستضيف لطالما طال انتظار وصول النهائي، وإن شاء الله تكمل على خير بالمباراة النهائية. لكنها بصراحة كوجبة فنية كروية كانت تليق بمستوى مباراة نهائية ختامية للبطولة. صحيح 100% معنا، وهي نصف نهائي. نعم، أول شيء منتخبين مرشحين بقوة للفوز في البطولة. المنتخب المغربي رابع كأس العالم، الأداء اللي بيقدمه، التطور اللي بيحصل على الكرة المغربية. بنفس الوقت المنتخب النيجيري هو المنتخب تشعر أنه هو مختلف عن كل منتخبات إفريقيا على وجه العموم، بحيث أنه منتخب يلعب بذكاء، يلعب بتكتيك، يلعب بأفكار، يمتلك المواهب، يمتلك دكة قوية، يمتلك عناصر، يمتلك نجوم، أسماء كبيرة جدا. هذا على مستوى الأداء على أرضية الملعب. شاهدنا مباراة ممتعة من جميع النواحي. محب التكتيك والأفكار يعني اللي بيروح على هي رزينة جدا، وبصراحة المدربين بيعجبوك. يعني الركراكي بأدائه الهجومي، ومدرب نيجيريا أيضا بأداء دفاعي أيضا كان ممتع. يعني بصراحة نادر لما تشاهد فريق هو بدافع بيكون ممتع. من الناحية الفنية أيضا مباراة كانت عين الرغم من عدم تسجيل أهداف فيها، إلا أنها مباراة شدتك لآخر دقيقة من ناحية صحيح. الإثارة والرتم السريع الموجود فيها. الأسماء النجوم كانت موجودة، وبالنهاية إحنا كعرب خلينا نحكي إنه النهاية كانت سعيدة بالنسبة لنا، والمنتخب المغربي فاز بجدارة. يعني هذا طلع قديش أنت مرات كل ما أنت تمدح بغريمك وتفوز عليه فهو ثناء لك في النهاية. صحيح. فإحنا قد ما بنثني على نيجيريا في النهاية بنحكي المنتخب المغربي فاز بالركلات الترجيحية، نعم، ولكن فاز عن جدارة واستحقاق. الركراكي عجبني كثير بإدارة هذه المباراة. المنتخب النيجيري من الأسماء اللي بيمتلكها المنتخب النيجيري، شاهدنا أنه كل المنتخبات اللي بتواجهه بتحترمه زيادة عن اللازم. يعني منتخب تونس احترمه وخسر على الرغم أنه هاجم ربع ساعة سجل فيها هدفين. المصيبة التي حصلت مع المنتخب الجزائري الذي دافع وهو لا يعرف الدفاع أمام نيجيريا وقدم مباراة سيئة ونيجيريا فازت بكل جدار واستحقاق. احنا على المستوى الشخصي قبل المباراة توقعنا المنتخب المغربي يعمل شيء مثلهم، ولكن الفارق انه المنتخب المغربي يدافع بشكل جيد ومتمرس على الدفاع امام المنتخبات القوية. باغت الركراكي، هاجم الركراكي، احرجهم في منتصف ملعبهم. هاي كانت انا بالنسبه على المستوى الشخصي انا كنت يعني مستغرب، لانه احنا كنا نحكي تكمن قوه المغرب بالدفاع والهجوم المرتد عندما واجهت بلجيكا، كرواتيا، عندما واجهت البرتغال في كاس العالم الاخير. اليوم لا، هو باغت وهاجم وحاول، ولكن لم تترجم الفرص الى اهداف. كان متزنا في لعبه. ذهبت المباراة لركلات الترجيح. ياسين بونو حارس المغرب، سنتابع صورة له الآن، كان بطلا فوق العادة. ذكرنا في مباراة إسبانيا في كأس العالم، حمل على الأكتاف بعد لقاء الأمس، لأنه عندما احتاجه الوطن، عندما احتاجه البلاد، عندما احتاجته المغرب لبى النداء. وفي أعاد المغرب للمباراة بالمناسبة، لأنه نيجيريا في بداية الركلات أخذت الأسبقية على المغرب. صحيح. تحمل ضغطا كبيرا وقام بتصديين مذهلين. صحيح. وخرج بطل اللقاء. التصدي الثاني معا مش اي حارس بيعمل، غير عادي صدقا هو من الركلات الترجيحيه النادره جدا. وهذا التاريخ راح يشهد فيها بصراحه، انه ذهب الى الجهه اليسرى ومن ثم تدارك الموقف. تتكلم عن ركله جزاء يعني، وكره كره قويه، مش يعني مش بطيئه خلينا نحكي. هذا واحد. الشغله الثاني معا، انت بقرارة نفسك وانت هيك بتحضر في المباراه لما وصلت الركلات الترجيحيه جابوا الصوره على ياسين بونو ارتحت مطمن. هذا النوع من اللاعبين انا يعني انه انت تضع ثقتك في لاعب، سواء مهاجم، حارس، لاعب وسط، سواء بالركلات الترجيحيه او على ارضيه الملعب، وبكون مثل ما بنحكي احنا بكون على قدر المسؤوليه. ياسين بونو مع هذا الحارس مظلوم اعلاميا، بحيث انه لما كان مع اشبيليا بقدم مستويات رائعه جدا، لما انتقل للهلال كاس العالم للانديه لو لم يقدم في حياته الا مباراه مانشستر سيتي، فهذا كفيل انه نحكي لك شو قيمه هذا الحارس. هذا بالاضافه لادواره مع المنتخب المغربي سواء بكاس العالم وفي هذا النوع من المباريات. صحيح. هنيئا للمغرب انها بتمتلك هذا الحارس، وهنيئا للمغرب على ما تمتلك من منظومه، من ارضيه صلبه لكره القدم، من عناصر، من شباب. في كمان شغله معا، الثلاث لاعبين اللي سددوا الركله الاولى 3 عناصر، يعني هو حتى المدرب الركراكي ادخر لاعبين الخبره يسددوا الرابعه والخامسه،
لو اشرف حكيمي صح. اما 3 لاعبين كان في تخوف، ومع ذلك هم لاعبين متمرسين. سنواصل الحديث عن مباراة النهائي. طلحة، المنتخب المغربي بكل هذا التاريخ الكبير للكرة المغربية على صعيد التأهل لكأس العالم، نوعية الكرة، الذائقة الخاصة، مذاق خاص للكرة المغربية، إلا أنه عنده فقط بطولة واحدة في كأس الأمم الأفريقية من 50 سنة. السنغال فازت بها قبل سنوات قليلة. يتعادل الفريقان من حيث الإنجازات التاريخية في كأس الأمم الأفريقية، لكن كفة الأرض والجمهور، المستوى الفني، مشوار الفريقين في البطولة، نحي العاطفة على جنب، أين ترى الكفة أرجح في المباراة النهائية؟ بصراحة بدون عاطفة، يعني بعيدا عن العاطفة، أرشح المنتخب المغربي. لماذا؟ المنتخب المغربي أشعر أنه الحافز عنده أكبر بصراحة. في ضغوطات جمهور، بدناش نتكلم عنها كضغوطات، ولكن محفزات. حوافز الأرض والجمهور، التطور اللي بيحصل مع الكرة المغربية، الإنجازات اللي حققها الفريق الثاني والفريق الشباب وفريق، هاي كلها أمور تدفع المنتخب الأول لتحقيق هذا طب إذا ما عدنا إلى شجرة البطولة ومسار الفرق التي واجهها كل من الفريقين، نتحدث عن طرفي المباراة النهائية. السنغال تأهلت من مجموعتها، لاقت مصر، أو قبل مصر عفوا مالي. لاقت مالي، تفوقت على مالي، ومن ثم واجهت مصر وتأهلت لملاقاة المغرب. المغرب جاء من حق الألغام، لأنه بعد تنزانيا واجه الكاميرون ومن ثم نيجيريا، وهنا المباراة النهائية. هذا المسار لكل منهما يعطي أفضلية فنية من حيث جودة المباريات التي خاضها. يعطي أفضلية فنية، ولكن لا يعطي أفضلية من ناحية الراحة، أو يعطي أفضلية من ناحية أنه أنا لعبت مع منافسين أقل من المنافسين اللي أنت لعبتهم فأنا جاهز أكثر منك. هذا الموضوع بكرة القدم، يعني بالعكس هي بتكون حوافز أصلا. عادة إحنا بنشوف الفريق اللي بيفوز في البطولة بيكون مشواره عادة غالبا بيكون أصعب. مشواره هو الفريق الأصعب، مع أنه ما كان مرتاح، واجه منتخبات يعني نتكلم المنتخب المغربي لعب 120 دقيقة صح. يعني هذا كان، ومع ذلك أنا ما بشوف إنه هاي الأمور عند لاعبين كرة القدم سواء بإفريقيا أو في أوروبا، ما بشوف إنه هاي الأمور من ممكن تأثر بشكل كبير، ممكن تكون حافز. المشوار عند المنتخب المغربي واضح إنه أصعب. إذا تيجي تحكي على الصعوبة والوصول، المنتخب المغربي اللي بفوز على نيجيريا والمستوى اللي قدمته نيجيريا، بعدين بفوز على الكاميرون قبل نيجيريا الكاميرون، بعكس السنغال مالي ب10 لاعبين، المنتخب المصري اللي عليه الكثير من علامات الاستفهام. الطريق اصعب للمنتخب المغربي من ناحيه الحافز، بيعطيني حافز انه انا اخرجت الفريق المرشح اللي معي. أيهما أصعب، نيجيريا أم السنغال بالنسبة للمغرب؟ والله انا شفت نيجيريا اصعب. انا مع المغرب مع نيجيريا كانت نهائي. نهائي من كل النواحي، كانت نهائي وجبة دسمة. نعم. السنغال حتى الآن السنغال قوي وفريق مرشح، وكل المباريات اللي فاز فيها بكل جدارة واستحقاق، ولكن في شيء داخلنا احنا معا ما شفنا السنغال اللي احنا بنعرفها. يعني حتى امام منتخب مصري في استحواذ ذكي زي ما تفضل الكابتن خالد سعد، قال لك كانوا هم الطرف الافضل وعندهم شراسه هجوميه، عندهم كثير امور ايجابيه، بس انت بداخل بتعرف انه السنغال بيطلع منها افضل من هيك. اما بالنسبه للمباراه النهائيه فانا بشوف انه الكابتن وليد الرقراقي قادر انه يدير المباراه، يعني صار في عندنا ثقه احنا بكيفيه اداره المباريات الكبيره. في جمله انت حكيتها معنا، على الرغم من ايش انت حكيت التذوق للكره المغربيه، المذاق الخاص للكره المغربيه، ما هو هذا في وقت من الاوقات معا كان سبب بعدم نجاح المنتخب المغربي، حتى على مستوى كاس العالم، حتى على مستوى البطولات القاريه، حتى على مستوى الكره الافريقيه. المنتخب دائما بامتعاك، عنده نجوم، حتى النجوم اللي تميزوا على مستوى المنتخب المغربي فنيات وراحوا احترفوا محترفين باوروبا من بكير يعني. نعم، ما في القوه البدنيه، الصلابه الدفاعيه، هاي اليوم احنا اتفقنا كلنا كمان حتى من النواحي التكتيكيه انه كره القدم في العالم اختلفت. صح. عشان هيك احنا لما قلنا السنغال هي السنغال اللي كنا نعرفها، ولا الكاميرون طول عمرها، ولا المنتخبات مثل بوركينا فاسو، التطور اللي حصل عندها، نفس الشيء انعكس على المنتخب المغربي. يعني بنتمنى انه يكون هاي البطوله من نصيبه، لانه بصراحه يستحق، والشعب المغربي هذا الشعب الشغوف والمحب لكره القدم يستحق هذه البطوله بصراحه. تماما. شفناهم ببطوله كاس العرب، الجماهير المغربيه يعني بصراحه لما كنا نحكي معهم ونجلس معهم لا أبالغ معا، عندهم هوس كبير جدا بالفوز ببطولة أفريقيا. حتى على مستوى التيفو لما بيعملوا الجمهور في المدرجات، المغربيين المغاربة حبايبنا دائما مميز جدا. كابتن خالد، كل هذه الترشيحات، كل هذه المعطيات، ألا تضع المغرب تحت الضغط بأنه الفريق مرشح فوق العادة، يلاقي خصما وهو السنغال أسهل من نيجيريا الذي أقصاه من دور نصف النهائي، بالإضافة للعوامل الأخرى، مشواره في البطولة، نظافة الشباك، أيضا الأداء الناضج للفريق المغربي، المزيج اللاعبين إلى آخره؟ ألا يخشى أنها تنعكس
تسبب ضغط سلبي أم أنه الركراكي والمجموعة قادرة للتعامل مع ذلك في النهائي؟ نعم معا، وجدنا أن العامل النفسي وعامل الضغط موجود عند المنتخب المغربي، لكن أكثر مباراة كان فيها عامل ضغط موجودة، ضغط جماهيري، ضغط منافس، ضغط إعلامي، هي المباراة أمام المنتخب النيجيري. لكن بكل أمانة هذه نسخة مغربية تستحق البطولة الأفريقية، لأنه إحنا شايفين المنتخب المغربي يقدم نموذجا جميل جدا في عالم كرة القدم من خلال الأفكار للمدرب. يعني شفنا هدوء المدرب، شفنا اتزان اللاعبين، شفنا التوافق ما بين المدرب واللاعبين. البديل لما بينزل بيكون جاهز، بيقدم مستويات جيدة. حارس المرمى في أحسن مستوى، عنده فريق، عنده لاعب مهاجم أو المهاجمين بينافسوا على هداف البطولة، عنده إبراهيم دياز. يعني ثقة هذا اللاعب انتقلت على اللاعبين، يعني بكل أمان الروح اللي بيلعب فيها إبراهيم دياز انعكست على كل لاعبين المنتخب المغربي. حتى المنتخب اللاعب المغربي نفسيته عالية، ثقته بنفسه كبيرة جدا. لكن اليوم احنا تحدثنا معا مرارا وتكرارا عن المنتخب المغربي، لما بيلاقي المنتخبات الصف الأول من القارة الأفريقية تشعر أنه المنتخب واقعي، بيلعب بالحالة الدفاعية وبينتقل بعد ذلك تدريجي إلى الانتقال للهجمة المرتدة، الهجمة المرتدة المنظمة السريعة. وتحقق للمنتخب المغربي هذا بتحقيق الفرص في المباراة أمام نيجيريا. اليوم المنافس السنغالي بصراحة الهدوء اللي كان فيه المنتخب السنغالي لما فاز على المنتخب المصري في قبل النهائي، هذا نوعا ما مرعب للمنتخبات العربية بكل، للمنتخب المغربي، للبطولة الأفريقية ككل. يعني فريق قادم للبطولة، مش وصول للنهائي هو هدف، لكن الهدف انه احنا نحرز البطولة. يبقى المنتخب المغربي هو المرشح الأول لوجود الجماهير الكبيرة، لوجود الأسرة المالكة الداعمة للمنتخب، لوجود أفكار كما تحدثنا مع المدرب مع اللاعبين وتطبيق للاعبين. ويستحق المنتخب المغربي بكل أمانة، يستحق ذلك دائما مغرب كما يقولون في المغرب. محمد حلمي، كيف ستواجه المغرب السنغال، وعلى ماذا يجب أن نحذر من السنغال؟ لأن السنغال بطبيعة الحال مدربهم يتابع، يدرك ويعرف ويعي جيدا أنه سيواجه الفريق الأفضل صاحب الأرض والجمهور إلى آخره. أين مكامن الخطورة لدى السنغال التي قد تفاجئ المغرب في المباراة الختامية؟ لا نريد تكرار يونان وبرتغال 2004. نعم، في النهاية الآن في كرة القدم لا يوجد أفكار غير مكشوفة. كل مدرب أفكاره أصبحت مكشوفة، يستطيع أن يراها مدرب الخصم ويستطيع أن يحللها ولديه طاقم تحليلي كامل. بالتالي الأفكار الفنية تبقى مكشوفة خاصة في المباراة النهائية، فبالتالي ينتقل هذا الأمر للاعبين. يجب على النجوم تقديم أفضل مباراة لديهم على المستوى البدني وعلى المستوى الفني. يجب أن يعمل المدرب بدون أي أفكار زائدة، يدخل كما دخل المباراة نصف النهائي بنفس التشكيل بنفس الفكرة، أن يلعب على الوقت. هي فكرة المباراة النهائية دائما أن تدير الوقت بشكل جيد جدا، وأيضا أن تمنح اللاعبين أفضل شكل فني ليقدموا ما لديهم على أرض الملعب. فبالتالي يجب أن يقوم بذلك الركراكي، ويحذر من منتخب السنغال أنه طويل النفس في هذه المباريات. وهذه نقطة قوة كبيرة جدا لدى المنتخب السنغالي، أنه لا يأبه بمرور الوقت ولا